ده فيديو جديد كده بطريقة مختلفة، عشان بصراحة أنا ما بحبش الملل وبحب دايما أجرب طرق جديدة. فلو عجبتكم الطريقة دي وحسيتوا إنها كويسة، خلاص نبقى نعمل ميكس ما بينها وما بين الطريقة التانية اللي هي أنا أطلع قدام الكاميرا عادي. تمام. طيب، عنوان الفيديو النهارده ازاي انظم وقتي والم المتراكم. اظن هو في ميعاده، لان الدروس بدات بقى خلاص والبرجله بدات وبقينا مش عارفين ننظم وقتنا، وسبحان الله في حاجات اتراكمت مع اننا لسه بادئين. ما علينا، هنلم كل حاجه ما تقلقوش. وطول ما انت شغال في السنه هتلاقي في حاجات بتقع وحاجات بتتراكم، فما تقلقش. بس طالما انت شغال وكده تمام مفيش مشكله. تحسش بقى ان الدنيا باظت، لا، طالما انت شغال وبتعمل اللي عليك وبتبذل مجهودك خلاص تمام. يلا نبدا. اول حاجه اعمل جدول بالمتراكم. يعني انا مثلا متراكم عليا درسين عربي ودرس فيزياء ودرس كيمياء ودرس احياء، ايا يكن الكميه متراكمه. اول خطوه عشان تلم المتراكم ده انك تجدوله، تعمله جدول محترم كده تعلقه عندك. الجدول ده هعمل بيه ايه؟ انا مثلا بذاكر في اليوم 8 ساعات، هعمل ساعتين كل يوم للحاجات المتراكمه دي، في ظرف اسبوع هتكون خلصت. يعني انا وانس ان انا احطها قدام عيني خلاص اتلمت، مش هلاقي مشكله في الحكايه دي. تمام. يعني اول حاجه هات ورقه وقلم كده وظبط انت عندك كام درس متراكم عليك. طب تاني حاجة هظبط النوم والصحيان. النوم والصحيان ده مواعيد نومك ومواعيد صحيانك هي اكتر حاجة بتفرق معاك في يومك. من غيرها اليوم هيبوظ وكل المواعيد تدخل في بعض، ويا دوبك هصحى على الدرس اجي تعبان اروح نايم، تاني يوم اصحى على الدرس وهكذا. فظبط يومك. شوف بس انت بتاخد الدروس الصبح، خلاص خلي مذاكرتك بالليل. والعكس، لو انت مثلا دروسك بتبدا من الظهر وتخلص 6 بالليل وكده، خلاص اعكس ويبقى ده احسن. يعني في ناس بعتت لي تقول لي اخد دروسي الصبح ولا اخدها بعد الظهر. لا طبعا بعد الظهر احسن بكتير، لان فتره الصبح دي حاول على قد ما تقدر تكون فتره الصبح دي ليك انك تقعد تذاكر فيها. الجو فريش كده وفي نقاء وبتحس ان الجو تمام كده ومعلومه بتدخل وما بتخرجش. فحاولوا على قدر الامكان فتره الصبح، فتره اللي هي الفجر دي، تبقى معاك دايما انت بتستغلها لصالح نفسك. طب تالت حاجة واهم حاجة انك تبعد عن السوشيال ميديا. الموبايل بيبقى لازق في ايدينا طول اليوم مش عارفين نسيبه، وده غلط لانه بيسرق الوقت جامد. انت عندك حلين. الحل الاولاني انك تقفل الموبايل خالص وتعمله دون ديسترب، او تديه لحد من اهلك، يعني والدك والدتك، لو ليك اخوات او كده، بحيث ان هو ما يبقاش معاك وانتوا بتذاكروا. طيب، انا بذاكر منه، بشوف فيديوز عليه وما بعرفش اشتغل من غيره. حمل تطبيق من على جوجل بلاي بيمنع النت عن كل التطبيقات اللي انت هتختارها. هتختار مثلا فيسبوك، هتختار تويتر، انستا، اي حاجه. شوف ايه اللي بيشغلك. واتساب، الواتساب ده مصيبه، كل شويه تشوف مين بعت لك رساله. لا طبعا، انت حمل التطبيق ده بيقفل النت عن كل التطبيقات دي وبيفتحها لك هي ممكن ساعه في اليوم ولا حاجه. انت مش هينفع تفتح التطبيقات دي الا لو مسحت التطبيق ده. ولو جيت مسحته واتكيت على المسح كده، اعرف انك خساره فيك الفلوس اللي بتدفع وخساره تعب اهلك عليك، انك كده انت بتسمح لنفسك انك تضيع وقت. فمجرد ما تحمله وانس انك تعمل كده وقفلت التطبيقات، خلاص بقى انت ما عندكش اللي هي المده المحدده. وبرده لو لعبت في المده يبقى نفس الخساره عليك ونفس خساره اهلك ان هم تعبانين عليك وانت مش مقدر ده. فيا ريت الثلاث نصايح دول تحفظوها معاكم. طيب اخر حاجه اللي انا هختم بيها وهي نصيحه الاذاعه المدرسيه، اللي احنا كنا كل يوم بنصطبح بيها وسبحان الله ما بنعملش بيها برضو. هي مش الوقت كالسيف، هي لا تؤجل عمل اليوم الى غد. اظن احنا حافظينها عن ظهر القلب من واحنا في 6 ابتدائي وبرضه ما بنعملش بيها. لا، هنعمل بيها السنه دي معلش يعني، وناخدها كان احنا نعمل بيها منهج حياه بعد كده، ان احنا لا نؤجل عمل اليوم الى الغد. اللي بقى في اسوأ الظروف، حضرتك تيجي من الدرس تعمل واجبات الدرس، تذاكر مذاكره الدرس، ما تاجلهاش لبكره وتقعد تشتغل. يعني انا بشوف ناس مثلا رايحه الدرس الصبح وبتعمل حاجته دلوقتي. طب اولا انت ضيعت الشرح اللي المدرس كان شرحه لك، يعني انت جاي كده من شرح بيور كده وكويس، فليه تعمل كده؟ ليه انت ما تذاكرش على طول وتثبت المعلومه؟ لا، لازم اقعد العب او اذاكر ماده تانية لان مش عامل حاجتها وانا جاي من الدرس. لا، انت اعمل حاجه اول باول. بس كده، ده كان فيديو سريع في ال3 نصايح دول او ال4 بالاذاعه المدرسيه. عايزاكم تعملوا بيهم كويس وتاخدوا بالكم منهم. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وعايزاكم تقولوا لي رايكم في نظام الفيديو كده. لو عجبكم نبقى نعمل ميكس زي ما قلت لكم ما بين الفيديوهات التانية. بس كده، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.